علميا ادمان الموبايل مش هزار، ده بيشتغل بنفس طريقه ادمان المخدرات. كل مره بيجي لك رساله ولا لايك ولا نوتيفيكيشن مخك بيفرز ماده اسمها دوبامين، دي ماده السعاده، والمخ بيبدا يربط الموبايل بالاحساس ده، فتقوم انت راجع فاتح التليفون تاني وتالت ورابع. الاستخدام المستمر ده بقى بيأثر على التركيز والذاكرة. خد بقى دي عندك، الضوء الأزرق اللي بنشوفه في التليفون قبل ما ينام ده بيأخر إفراز هرمون الميلاتونين اللي بيساعد على النوم لمدة ساعتين، وده سببه الإرهاق وقلة النوم. في دراسات أثبتت إن اللي بيستخدم التليفون لفترة طويلة عنده معدل التوتر أعلى بنسبة 70% عن غيرهم. في بحث كمان قال إنك مجرد ما بتسمع النوتيفيكيشن اللي جاتلك على التليفون من غير حتى ما تفتحها، ده بيعلي هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، ده غير مشاكل العينين والرقبة والظهر. طبعا الحل بقى مش ان احنا نسيب التليفون، بس استخدمه بذكاء. حلو انك تحدد لنفسك وقت تستخدم فيه التليفون في اليوم، والله لو عملنا ديجيتال ديتوكس يعني نقلل كل يوم نص ساعة، هتلاحظ فرق كبير قوي في نومك ومودك لو بعدت عن التليفون فترة قبل النوم، وكمان احلى لو سبته بره الأوضة اللي بتنام فيها. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر فترة قعدت فيها من غير تليفون. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الفيديو اللي جاي.